السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله هعمل معاكم اللازانيا. بداية اللازانيا في منها أنواع بتنسلق وفي منها أنواع بتنسلقش. كيف بدك تعرفي؟ ما بيبقى مكتوب على الباكيت من برا إذا بتنسلق أو لا. فأنا النوع اللي بدي أستعمله اليوم ما بنسلقش. بدي كمان عندي بصل وبدي بندورة مقشرة ومقطعة وفلفل أخضر ولحمة كفتة وصلصة. بحط عندي القلاية على النار، بضيف شوية زيت نباتي وبدي أقلب فيها البصل. هين البصل عندي تمام، بنزله بقلبه لحد ما يدبل معايا. تمام هيك. بضيف الفلفل واللحمة وبقلبهم. البهارات اللي بدي أضيفها فلفل وبابريكا وملح بس. ما بحبش أنا على اللحمة أضيف كتير بهارات، بحس إنه يضل طعمها أطيب هيك. ضفت الفلفل، بدي أضيف البابريكا والملح معايا، بقلبهم. الآن بدي أضيف البندورة المقشرة والمقطعة وشوية صلصة، تقريبا معلقة هيك يعني. بضيف عليهم مية لأنه اللازانيا مش مسلوقة، فبتحتاج يكون في عندي شوية مية في الصوص اللحمة. لما تكون مسلوقة بتفرق معاكي إنك أنت تضيفي مية أو لا. الآن بدي أعمل البشاميل. البشاميل بعمله بصراحة أنا بطريقة مختلفة شوية بس كتير طيب. البشاميل إما بتضيف الزبدة أو زيت. أنا حضيف اليوم زيت أخف شوية. كل معلقة زبدة بدها معايا. هين ضفت توم، ضفت بصلة مقطعة، بقلبهم بس يدبلوا معايا لأنه أنا ما بديش يتغير لونهم ويغيروا لون البشاميل. إذا ضفت زبدة، كل معلقة زبدة بدها معلقة كبيرة طحين وبدها كوباية حليب. هنا بدي أضيف الطحين 3 معالق، هاي واحدة، تنتين، 3 تكون مليانة لأنه بدي أضيف 3 كوبايات حليب. بقلبه معايا. بضيف الحليب. أنا بستعمل حليب منزوع الدسم، من فضله أكتر وبنصحكم تجربوه. طبعا الحليب بده يكون بحرارة المكان، ما لا يكون ساخن ولا بارد. بضيفه والباقي عندي كمان وبقلبه. لازم البشاميل معايا يغلي، يوصل لمرحلة الغلي. بدي أضيف البهارات. عندي فلفل أبيض، ممكن تضيف فلفل أسود، شوية أوريجانو، ورشة بسيطة من جوز الطيب. وبدي أضيف كمان بودرة ماجي. طبعا بتشوف الملح انت المناسب بتكملي بتضيفي. لما يغلي معايا ويتقل بضربه بالخلاط او بالبلندر عندي. هيك جهز معايا البشاميل. بجيب صحن البايركس اللي بده يدخل الفرن، بحط طبقة من البشاميل وبرتب شرايح اللازانيا. بحاول شوي اخلي بس وسع بسيط بينهم. هين بدي اكسر اللي على الطرف، بضيفها. حاولي ترتبي وانت بتشتغلي. الآن بدي أضيف من صوص البندورة واللحمة طبقة. طبعا الطبقات بتعتمد انت قديش حابة، بدك 3 طبقات 4 طبقات 5 طبقات زي ما بتحبي. بضيف فوق طبقة الصلصة شوية بشاميل. برجع بكرر هذه العملية كذا مرة. ضفت البشاميل هين. الآن برش، خلصت الطبقات، برش جبنة على الوجه. بحطها بالفرن على درجة حرارة 180، بتاخد من 30 ل 40 دقيقة. تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتضغطوا على الجرس حتى يوصلكم كل اشي جديد معي.